بيستخدموها في الغسل، وفي نفس الوقت يوريك المنتجات اللي كانت بتتم التجاره فيها جوه الاسواق المصريه. هتلاقي طبعا انواع من الخزف، الاواني. سنه كام؟ القرن 19 ده معقوله؟ ده ممكن يكون قبلها كمان. تقدم شويه. ده صيني ده. هتلاقي 17 18. معقوله؟ وفي حاجات من القرن ال 15 كمان. النوعيه الزرقاء باللون الازرق والابيض ده من المصدر بتاعه اللي احنا لحد النهارده بنقول ايشاني، نسبه لمدينه قاشان. دي كانت اكبر بلد او البلد البارزه قوي في انتاج النوعيات الخزفيه دي. عايز اوريكم حاجه. دي غطا قله، الصفاره بتاعت القله اهي. كان في هنا قطع شبك. قشان دي في ايران؟ نعم. قشان دي فين؟ اصلا البلد دي قاشان دي في ايران. ايران. هنا بقى لما مؤاخذه بصوا، حد يقول لي عارف ايه دي؟ اللي هي ايه بالظبط؟ عامل زي البايب. بص عليها. ايه؟ بايب ده؟ بايب فعلا؟ اتفضل. شفتها؟ لا دي مش كده، دي كده. ده الحته الخزف دي بيضاف اليها بوصه طويله وتسمى شبك. شبك شين مضمومه ب كاف. الشبك ده بيبقى من النهايه بتاعته الحجر ده اللي يعتبر زي حجر المعسل بتاع الشيشه، بيتحط فيه تبغ ناشف شعر زي البايب بالظبط، بس كان ليه كذا. البوصه نفسها بيتم زخرفتها، احيانا بيتعمل لها سلاسل نحاس ودنانير كده مدلدله منها، وبيتعمل لها مبسم من الكهرمان او من الصيني، واحيانا من الفضه او من الذهب على حسب الدرجه الاجتماعيه لصاحب الشبك نفسه. ودي كانت من اهم معالم فتره العصر العثماني. معظم من يعني هنلاقوها ايه، كانت من الوجاهه الاجتماعيه ان الشخص يمارس شرب الشبك ده وهو قاعد مع الجماعه. علشان كده في عندنا طبعا كل حاجه وليها اثر وليها صدى. دايما تلاقي عيب ان انت تشرب سجاير قدام الكبير. عيب كده انت هتشرب قدامي؟ هيشرب سجاير قدامي؟ معقول؟ ده من ايه؟ ده من الموروث الشعبي من وقتها، ان صاحب البيت او صاحب المكان او ذو المكانه العاليه كان من المستقبح ان الناس اللي ادنى منه تدخن قدامه. ناخد دليل تاريخي من كتاب تاريخ عجائب الاثار للجبرتي، يذكر ان المعلم ابراهيم الجوهري الشقيق الاصغر لجرجس الجوهري لما دخل جناب قبراء باشا نائب السلطان العثماني كان بيقعد معاهم ويدخن في حضرتهم. فده دلالة او اشارة ان الموضوع ايه، كبير، مش اي حد يقعد يدخن مع الامراء الكبار او الولاة. فده يوضح ان مكانة ابراهيم الجوهري كشخص مسيحي زعيم لفئة المسيحيين او الاقباط المصريين في مصر كان ليه مكانة كبيرة تسمح له ان هو يقعد مع نائب السلطان العثماني ويدخن في حضرته. وكذا الامر نفس الموضوع في ايام الحمقى الفرنسية او الاحتلال الفرنسي لمصر، كان اخوه جرجس الجوهري يحظى بنفس المكانة وتواليك. فدي حكاية من الاثر او الفكرة بتاعت الشبك دي. كده احنا عرفنا شكله وعرفنا صفته. فأي سؤال قبل ما نطلع فوق؟